أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 29 من دروس شرح متن المختصر الفقهي للشيخ خليل، ومن قال كيس قبيلي سيدي خليل. سيدي خليل ذا سمكتي كان سمكتي جانتي دي مزورة ياك فيما عمرين غاك الملانت بلا استثناء ياك صغارينت سيدي خليل. وسيدي خليل هو متن سيغرى القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إفكاريد سانتاز إفكار خلاصة مركزة كريم مسلاين ذروسي مسلاين ولكن تصل المعنى. خاطر مديني غاكا يزمر وين هذا سينا شو سيدي خليل لاقي سيدي خليل ذيون سي العلماء مقرانا مليح ذيو ثنتالا ذيو ثنترقا ثم قرانت ديف كان ثموسني ديون ثموسني الجدود الحمد لله يا كل الشيخ غاك الملان ذي زيكي معمرين ولا ذي كرا الجوامع صغارين سيدي خليل. أساقي الدرسين مثلا درس 29 نبضد إلى مكروهات الصلاة. أولا كلمة مكروه نكون نظر ذي الشرع الأحكام الشرعية مدين أين لا المباح مباح ما لا يجوز ويثي خدما الله يبارك في الخدمة لا رسالة دنو. ولكن إما إلا ذي الحرام حرام معنى ما يخدميث يسعى دنوب مثي خدمة رسالة جار ما إلا ذي الواجب ذي الفرض يعني لانت الأحكام. الساقي ذا غير من أتصي دخل دروس في الموضوع. الساقي نبض المكروهات الصلاة. المكروه هو ما طلبه الشرع من غير إلزام يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقيت تعريف أين دينا الشرع من غير إلزام أين فيغ دينها الشرع من غير إلزام. نهي صح ولكن ماشي من الحرام. الحرام لا يجوز قليله وكثيره حرام. مثلا ربنا الربا حرام. الربا حرام شي قراي ونو كتدخل مكان 3% و 5% لو طو دانتيري ذا كان نسبة مئوية قليلة من الربا. لا أما 10% أما 20% أما 5% الربا قليله وكثيره حرام. ربي مدي المثل في سورة البقرة الآية 275 إن وأحل الله البيع وحرم الربا ودينار مشوط معليش. وكذلك الخمر كرمكم الله. وكذلك القمر إزمالك القمر تقميرا لشوالي مقرانا مليونا لا مش حقيقي كان خاطئ لا يجوز. أين الحرام حرام أين لا الفرض فرض وريزمالي ولكن كتظل تظل كان سناف طورك العصر خاطر الهانت غزال ميثي قادني الفجر وكل العشاء ولا مش خاطئ. الفرض كامل الحرام يتجنب كاملا. ولكن المكروه ذا شو من السلام أي لنا المكروه ما وثي خذيم راو مذان يسعى لجر ما يخدمي رسالة دنوف رسالة لثم هذا ما وثي خذيم راو يسعى لجر قرن استقبالي الزرفي وحديق. ولكن ما إلا يخدميث ورسالة الذنوب. مكروهات الصلاة. وكره بفرض أكن دينا صاحب المتن المصنف كدعاء قبل قراءة يعني يونور الزمير مثلا قبل ذي غير القرآن كان قبل ذي شميل الظليث أديني كان مثلا الله أكبر تكبت الإحرام أم بعد أذي فذو أدي خن الدعاء وقي حكمه الكراهة. حكمه الكراهة هكا قبل قراءة وبعد فاتحة ماشي ولمد يغرى صورة الفاتحة هذا سيرن وذي دعو اسم مثلا ما ينكر الظالث أدغر صورة الفاتحة من بعد تخم الله انترفال قبل أدغر الصورة تدخل الدعاء خاطئ مكروه. إما تغلظ عادي تظل فيك الصحة خاطر يزما ديال الغلاظ ذي ثقة ما كان ديال سند النظام ثورة نهضر في الناس. وبعد فاتحة وأثناءها
إزما دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ذاك يعجب الدعاء ذاكي أدين مادام إياك نعبد نغ ربي جعلها سبوك عبدنا ربي جعلنا من العابدين لا ولاش الدعاء مثل الضض أيضا صلاتك صحيحة وأثناء صورة إزما تغرض الصورة اللي نقار بعد الفاتحة يزمر أتحفظ ضيف الماس تعرقاش إذا تدعو الله اللهم ذكرني بما نسيت ربي اسمك تيدين سول خاطي تخري الدعاء مكروه ماشي حرام مكروه وركوع وأثناء صورة وركوع ذا ماشي أثناء الركوع أدغرض القرآن نغدغرض الدعاء خاطي ذا شو ديال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا يناد ينهاث ربي سبحانه معنى ينهى غير ديالك باش بنادم ما غير القرآن إما ذي الركوع مرة يركع نغ مرة يبض هذه السجد القرآن ذينا لا ذي السجود ما تغرض آيات الدعاء معليش آية لخطلنت الآيات الدعاء مثلا أصوضر السجود أدينيض ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إلى آخر الآية ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا آيات الدعاء تصيق لان ذي القرآن الكريم ما تسيق ذاكي معليش ولكن ماذا القرآن نظام خاطئ الحديث وما جاتنا كذا أفضل اقرأ الدعاء المأثور هناك أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة الله يبارك ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه الرب جل أو عز وجل فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل مثل سبحان ربي العظيم وقيل معنى يسدي الركوع ذا يدريني نسبح أدنيني سبحان ربي العظيم وذي السجود شدنيني سبحان ربي الأعلى ثلاثة ثكال بعد كم الحديثينات وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء يعني ذي الوقت السجود يوم راغد النبي عليه الصلاة والسلام يجتهدوا في الدعاء خطر وقت أو حال من الأحوال الشريفة أن يدعو الإنسان ربه وهو ساجد لحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد من المريلي ومذان يقرب ربي سبحانه مريلي في موضع السجود ذاك ذي الحديث فاجتهدوا في الدعاء اجتهدث يعني حولث كثرث الدعاء ذي السجود أدعو استعرثين تصنض الأدعية نظرس تقبيليث ولا حرج المهم الاجتهاد في الدعاء ووقت السجود هو من الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء ربي قبل الدعاء بعد شو دينا وقبل تشهد ذا قبل تشهد يون ميقيم باش يدير تشهد ماشي ميقيم هذا واحد يقرا القرآن خاطئ الحديث هذا نوال دائما الحديث يدين النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي الظلث أماكن إثوالام ظلا يفضل المدينة وقراءة بركوع أو سجود هذا عاودة تلاقي أكد عليها والتفات بلا حاجة أماكن يمنع الدعاء ذي مكروه ذي الركوع ولكن السجود لها ذاقي ندوى وقراءة بركوع أو سجود وقال القرآن أما ذي ركوع أما ذي السجود مثل الضغط فظل الصحة هذا يندوى التفات بلا حاجة هذه اللي ولي تظل ماشي ما يسنى غير بورث في الدين إلا غادي يخزر هذه سوالي أما ذي الجامعة أما ذي الدخان خاطئ ولكن مثل الحاجة ما إلا شاد زلاض وصليض وقشيش يتسرون أمغار يتسوغو يستغيث موالي غسقت الظليث ثلاث حاجة يبالك يحواج يبالك قشيشني لو كانوا بالك إذا قاتل السلكة بالك ثاني اون دونجي في خطر لا ندري
بالك مغارني واحد يغلس يقوم طرح ذوك خان ثمغارت انظر فرمات ولاد اتنونضونجي اذا روح عيون سلك هما ولد عادي والزرارة اصلا تلي دات زلط ياكل عادي، ولكن داير يدينا المصنف والتفات بلا حاجه، لانه اذا كانت الحاجه معناه يرفع حكم الكراهه ويحل محله حكم الجواز او حكم الاباحه. وتشبيك اصابع وفرقعتها سمحتي هات لنوكاد يعني في الظليث التفضيل يلعب سوفرنوسيس نغلعب سي ضوضانيس نغي تشبي كيفاش سي ضوضانيس تيقال لكم مكروهات كامل. ممكن الانسان هذا يغفل خاصة صلاة التراويح مثلا دا القراءة طويلة ممكن الانسان يغفل، ولكن ولا قال يعني تيخدم كاين الطبيعات فيريس تاكي حكم الكراهة. إن كذلك وتغميض بصره التفضوين ذي غلق النيس ذي الظليث مكروه بنادم ذي غلق النيس ذي قنا النيس إلى قليل الدين وذي توالي إلى موضع السجود، وهذا أدعى للخشوع، والخشوع روح الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن سمحتي مثل الحاجة التواليض تجينيك تشوش عليك يجوز تغلق ظلمك. سمحتي لي جون تغتورثي كوالي ونسان جاكيت تشور الكتيبة يتزال زداتك ماشي مي الزور ضميد سمع الله الحمد دغردك وطابلوني دغردك وطابلو بيبليسيتي نغاشوك كيلان ثوالا تجي غلقني غلقيت يعني جوست لحظاتني بعد ركع ديالنيك وهكذا في غادي ما الا اني وسنت كوينه كيجينين هذه شوش في الاكتظاليت يجوز الشريعه عندنا لا لوجيك سبحان الله كل شيء معقول كل شيء معقول. يلا من بعد يناد وتفكر بدنيوي يعني يون من الميكش مي الظليث هذه برونشات يجبد كل دوسيين دونيث فلما وسان دي دوسيين الله غالب فيك ولد الزضمن فلاك لا صدام صاري في الله غالب دونيث سلمتياك ماشي دايني سهلا مما الا بنادم الا قاد يكافح شويه طاسينا قليل هري فاسنا ربي الا قاد كونسونطري الا قاد ركزا والسبع ذاك كل هموم من الدونيث اما كن جا سمحتي يصباض المغذيين فراي الجامع اكني الا قنجد دونيث برا خاطرني لي هري فاسنا ربي نزال هكذا. ذا غلات المكروهات اللي اظن منها سمحتي الحك بغير ضروره التفضيل يخمز بزاف بالك لو قاعد تشتين سورتو ذي التراويح ياشني الزالغ الريفريون يتحكوا ياك يعني مره شبوبيس مره قرويس مره سمرتيس مره ثورة مثل الضروره يقرا حيث الحال هذه خميس انت كلت مي ماشي دغا من بعد امك ماشي تصلي ثكيك كراهه دائما، ولكن لن تلي ليميت اذا كان الانسان يعني يخدم حركات كثيره خارج الصلاه فتبطل صلاته. كذلك مدافعه الاخبثين سمحتي هذه اللي يون حرصنتي دوما متاسه يسوى حرص ولو باش نروح باش يستنجي وكذا اكيد الظله بيس يقيس الوضوء ثم ما تسوى حرصد في غادي نسوى حرصد حارض يلقى تروح حوض وكذا لا حرج حكم الكراهه. اما اللي الاز يروح يدخل من الاستنجاء مولاش تخدم حاجه مكروهه جامع تكونسونطري ما الا يظليت ما الا شتيني من انت سحر صنكيت هكذا الشرع. اخيرا يعني ما زالت يضع على كل حال الصلاه مع النعاس يعني تفضيل تسنو الدوم اكين الله هذا بيسكي غلبينا الدم تكمل كان لا تصلي ثرى تزلط الى قد السنف كزال واحد سردو ذميك مولاش تشوط من بعد كويد الزال خاطر اسمي ستا الزاليث وتظليث الى قتلي الخشوع. جاء ثلويث بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.